بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير أنتم ووالدكم والأهل والعائلة. الوصفة تاع اليوم هي عبارة عن بيني اقتصادي يعني بدون بيض. أنا عندي كمية الفرينة يعني ما عنديش يعني مقدار معين، عندي ديروا يعني 3 كيسان ولا 4 على حسب أفراد العائلة. عندكم ملعقة تاع خميرة الخبز ما تكونش بومبي، يعني ملعقة عادية، ملعقة تاع سكر والملح بيان سور ما ننسوش. هنا عندي ملعقة من الزيت. دونك هذاك الزيت باش البني تاعنا يعني ما يشربناش الزيت و ميم طون يجي يعني قاع يبات لكم ما يقساحش فوالا. الوغ ونزيدو هنايا ان ساشي تاع لا فاني، هنا غير باش نقلعو هذيك الريحه نتاع لا لوفور بولانجير فوالا. الوغ هنا بيان سور الماء دافي منسوش، نخلط هاد النواشف مع بعض ندخلهم غير بالملعقه، ومن بعد نبقى نزيد فلوتيد باش نتحصلوا على اون بات فوالا اللي نشكلوا بها دي بيني. الوغ لي بيني تاع اليوم اقتصاديين خاليين من البيض، دونك دي بيني سون زو، يعني تعطينا تقريبا نفس النتيجه. الوغ هنا بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه من البيض يديروا دي بيني هكا بلا بيض، ويعني والنتيجه واحده. الوغ نخلطو هنا بالما دافي كيما تشوفوا تنتحصلوا على عجينه، نخلوها تخمر بيان سور، وبعد ما تخمر كيما تعرفوا لي زيتاب تاع البيني باينين، يعني نعاودو نايطالو هذيك لاباط، ومن بعد نشكلوا دي بيني. دونك هنا الاشكال راكم احرار يعني في الاشكال، كاين اللي يبغيهم دائري، كاين اللي مربع، كاين اللي مستطيل، دونك فوزيت ليبر. الوغ هنا كيما تشوفوا في الاخير عندي ملعقه كبيره من الزبده. هنا الزبده في الصراحه كانت يعني في الثلاجه، حاولت ندوبها غير بيدي هكا ودخلتها فينالمون، دخلناها. دونك هذيك الزبده تعطيكم قوام بنين وتجي تجي بنينه، والقوام تاعها يجي شباب، يعني تجي فيها ريحه الزبده هاد العجينه. على كيما تشوفوا مكونات اقتصاديه، ملعقه زيت وملعقه زبده، يعني حتى ونتحصلوا على دي بيني كيما اللي يتباعوا يعني في لابلا جينيرالمون نلقاوهم. وتبغوا تحشوهم باي حشوه، يعني كونفيتور ولا شوكولا تارتيني ولا سكر غلاس ولا العسل ولا دونك اللي عندنا في الدار. هنا قاعد نسوبودري، دونك هنا في لافارين في لو بلان دو طرافاي، وتزيدوا فوقها بيان سور. وهنا غادي نايطاليها بالرولو تاعنا. بالنسبه نومبورت بياس هنا صراحه والله ما لقيتهمش، طلعتهم يعني كاع الفوق مع صوالح الكاطو. دونك انا جاي يوتيليزي كاع ان فيغ او كاس من الماء اللي عندكم، طبعوا به، يعني كاين بزاف صوالح في الدار اللي نقدروا نطبعوا بهم وديروا الشكل اللي تبغوه. دونك انا ما درتهاش رقيقه، ما ديروهاش رقيقه بزاف وما ديروهاش غليظه، راكم عارفين بلي فيها لا لوفور بولانجير اون كويير. دونك هنا ديروا الحجم يكون متوسط، يعني ماشي مغليظه بزاف وماشي تنرقيقه حتى يعني ما تجينا تجي جهه يعني كما نقولوا حنا جهه تكون فيها لميات الباب وجهه تكون يابسه. دونك احنا نحاولوا نديروها متوسطه، وغادي كما تعرفوا غادي نزيدو نخلوها تخمر، نغطيوها ونخليوها تخمر. هنا ديت هذا الكاس كما تشوفوا كاس تاع الماء و ودرت به هاد الاشكال. دونك هنا قلت لكم في الاشكال راكم احرار، تبغوا ديروا مربع، مستطيل، مثلث، ليسونسيال تخرج لنا لاباط تكون شابه. هنا غادي نشكلهم ونديرهم في هذيك لا سيرفييت تاع لا كويزين، نغطوهم ونخليهم يخمروا بور لا دوزيام فوا. كي تشوفوهم طلعوا شويه حموا الزيت، وبيان سور الزيت ما نخلوش مجهد، حنا نحموه مليح ومن بعد نقصوا عليه باش يطيب لنا لي بيني تاعنا من الداخل، باسكو كما تعرفوا يحمروا من برا بالخف. دونك اذا قلنا النار تكون هادئه بعد ما يكون الزيت حامي بيان سور. هنا هاد غندير هاد الكميه ومن بعد نمشي تمتم ايطالو، خلوا هاد العجينه تريح شويه في العلبه البلاستيكيه، يعني باش تعاود تخمر بو لا دوزيام فوا. عاد شكلوا نتوما لي بيني تاعكم فوالا. هادو هما لي بيني تاعنا. انا حاولوا تقطعوا مليح بالكاس، باسكو شوفوا هنا دي فوا تلصق فوالا. سقدوها نتوما عدلوها تتحصلوا على هذاك الشكل الدائري فوالا. هنا نعاود نقطع، كي تشوفوها لاصقه عاودوا قطعوه. هنا قلت لكم حميت الزيت تحمى مليح
ومن بعد شنديرو نقصوا كاع النار ونخلوه ينتفخ في خاطره، باسكو هذا يحمر في الساع، حنا ماذا بينا يطيب لنا من الداخل ويطيب من برا بيان سور. دونك هنا الكميه خرجت لنا كميه على حسب الفرينه اللي ديروها. انا درت حوالي يعني واحد 3 كيسان هكا تاع فرينه، وانتم ديروا على حسب افراد العائله. المكونات الاخرين يبقاو كيما هما، يعني ملعقه من خميره الخبز، ملعقه من السكر والملح ولافاني، وملعقه من الزيت. في الاخير ديروا يعني ملعقه من الزبده تعطيكم داك القوام، والبنه تاع الزبده يعني تجيكم في لي بيني تاعكم. وما ننسوش لافاني باش تروح لنا رائحه الخميره. الوغ ها هما لي بيني تاعنا كما تشوفوا بومبي، جاو شابين بزاف، وخلوهم يريحوا باسكو لاباط كل ما تريح كل ما تعطيكم نتيجه احسن. هنا بالنسبه للديكور، دونك هنا كاين اللي بغى يدير سكر غلاس، كاين اللي قلت لكم يدير شوكولا اتارتيني ولا لا كونفيتور، ولا كيما اللي تباعوا في لابلاج جينيرالمون يديروهم في سكر كريستاليزي من برا ويحشوهم بالمربى. فوالا دونك هادو لي بيني تاعنا اقتصاديين بدون بيض والنتيجه رائعه. ان شاء الله تجربوهم وتتوفقوا فيهم مع هاد الاسبوع نتاع الاختبارات تاع التلاميذ. نقول لهم الله ينجح كاع التلاميذ ان شاء الله، والتلاميذ تاع التعليم المتوسط الابتدائي اللي عندهم الشهاده الله ينجحهم ان شاء الله، والله يوفق كل التلاميذ اصحاب البكالوريا الابتدائي المتوسط وحتى الجامعيين. نقول لكم حظ موفق ان شاء الله في الامتحانات. وفوالا دونك هذه الوصفه نتاعنا، ان شاء الله تجربوها وتتوفقوا فيها وتدعوا الوالده الله يرحمها والله يرحم جميع امه سيدنا محمد. يعني دعواتكم للوالده هذا الشيء اللي يسرني بزاف. فوالا دونك قدمنا مع اتاي تاع العشيه، سينون قهوه حليب ولا حليب ولا اللي عندكم حليب شوكولا. دونك للاطفال هما يبغوا بزاف هاد الوصفات. دونك انا بغيت نحلها لكم باش تشوفوا القوام نتاعها ما تجيش معجنه تجي خاويه. وهنا كنت عمرتها بلا كونفيتور، قلت لكم هنا تعمروا باي حاجه تكون عندكم اللي تفضلوها، كونفيتور ولا شوكولا تارتيني. ليسونسيال هنا نديروا حاجه مع القهوه تاع العشيه باش ما ناكلوش، يعني ناكلوا صوالح تاع الدار احسن. فوالا نقول لكم تهلاو في رواحكم وفي والديكم كتر كتر. شهيه طيبه والى اللقاء.